الصحن الفاطمي في مرقد الإمام علي عليه السلام محافظة النجف الأشرف. معنا قارئ العتبة العلوية السيد حيدر الميالي. بداية أهلا وسهلا بك، كل عام وأنت بخير، رمضان كريم. كل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا بك. الله وبياكم أستاذنا الحبيب. أهلا وسهلا بك. الله يحفظكم ويرعاكم بكل خير. مرات من نريد نبدي الحديث أنا وقارئ دائما نلتجئ للحجاز باعتباره هو حزين، لكن فخامة الحزن بالحجاز أعتقد هي البداية، أنه من الواجب نبدي بها. فطبعا بعد الاسترسال أكيد معك بالحديث شوية ناخذ يعني آية من الذكر الحكيم بخصوص مقام الحجاز، وبعدها نبدي نواصل حديثنا إن شاء الله. يعني صار لك تقريبا كم سنة في هذا المجال تحديدا؟ يعني في مجال اختصاصي كأستاذ في إعداد القراء حوالي 15 سنة 16 سنة. إعداد قراء؟ إعداد قارئ. زين، وقبلها؟ قبلها باعتبار قارئ، وأيضا كنت أستاذ تحفيظ يعني سنتين، يعني حدود 15 16 سنة في الحدود. أما بالعتبة العلوية صار لي 13 سنة أستاذ يعني في إعداد القراء. عمر صغير وأنت تمارس نعم. قراءة القرآن. الحمد لله. اللي وعدتني به لازم ننفذه إن شاء الله. إن شاء الله. راح ناخذ أي آية إن شاء الله أو سورة؟ أي سورة ماكو مشكلة. أوكي. إحنا إذا ناخذ مثلا شيء جانب من الحزن في قصة يوسف، من الممكن أنه نرتكز على الحجاز بها مثلا على جزء معين؟ طبعا الآيات القرآنية فيها معاني كثيرة، فيها تصوير وتعبير. احنا عندنا المقامات الحزينه، طبعا المقامات 9 واكثر من 120 الى 150 فرع من فروع المقامات، بس باعتبار انه مقام الصبا ومقام الحجاز المقامات لايات الترهيب، ايات الحزن، ايات العذاب، ايات التوبيخ ايضا. سوره يوسف بها ايات من العظمه، ايات من الرحمه، من الموده، من الدعاء، من المناجاة، وفيها جنبة من الحزن، خصوصا قصة يوسف في بدايتها. هو هذا اللي يقوله فعلا. نعم. بالبداية لما يصير اكو الذهاب إلى بئر وبعد ذلك يعني يريدون يتخلصون من عند أخوته، لكن ما يصير الموضوع بالشكل اللي يتمنوه إلى آخره، ويجيبون قميص يوسف عليه السلام. هذه بها التصوير، هل تستخدم الصبا لو الحجاز هنا؟ يعني شو هي المقامات كلها تتصور حسب الآية، بس بالأحرى هي الصبا والحجاز قريبات جدا، وخصوصا الصبا. خلينا نسمع العد إذن على الأقل. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا جنبه من مقام الحجاز. هنا هسه اخذنا بالبدايه حجاز، بعدين رحنا اخذنا حجاز الكرام. الحجازين يسمونه. انا كل ظنتي رحت للبيات، لا بعدين رجعت الحجازين. شوي نغمت انت بي لانه نعم. اي بس بقيت على وضع الحجاز. على نفس النمط. الحجاز فيه كثير من الفروع، اكثر من 20 الى 25 فرع، يعني مع العراقي والطريقه المصريه. احنا باعتبار بالضبط على كلامك الديوان وعلى الديوان يعني والعياش والحويزاوي والمدني والعريبون عجم والمثنوي والهمايون كثير، والغريب والتركي، لأن المقامات العراقية. أما المقامات الأكاديمية حجاز النواة، حجاز الأويج، حجاز الزنجران، يعني حجاز الكار، حجاز المحير، حجاز النواة. حجاز كار مثلا النواة احنا نستخدمهن مثلا. يستخدمن كلن بآيات القرآن حسب السلم الأكاديمي. أكو مقامات أكاديمية ليش ترتكز حسب الدرجات، وكو مقامات كلاسيكية أبا عن جد. ليش نفرضها هاي أكاديمية هاي كلاسيكية؟ يعني الكلاسيكية اللي ما عندها درجة محددة ينطلق بها القارئ، يعني عبارة عن الأكاديمية عبارة عن درجات محددة، مثل تبدأ من درجة الدو، ارتكاز الدرجة الثانية على درجة الصول، أو ارتكاز الدرجة الثانية على درجة الفا، الدرجة الرابعة. يرتكز الدور من المقام الرابع إلى المقام السابع بمقام آخر، هذا أكاديمي. كل مقام هو عبارة عن جنسين، إذا كان عبارة عن جنسين فهو يأتي من مقام مثل الراست مع مثل السيقاء، أو السيقاء مع الراست، أو النهاود مع العجم. هذا المقام العام. أما تأخذه عن طريق الأطباع، يعني كل 3 مقامات
كل 3 درجات بحده، هاي لها تفصيل يعني بالمقامات الأكاديمية. أما المقامات العراقية بنفس المقام، طبعا الطريقة العراقية عن الطريقة المصرية أكو اختلاف بها. طبعا احنا انت تمر عليها انا يعني. اثنيناتن احب الحقيقه، وخصوصا طريقه بلد الطريقه العراقيه، يعني احبهم اثنيناتن. انت زين سبقتني بحديثي، يعني رديت اقول لك انه ما يعاب علينا انه تركنا، يعني هجرنا الطريقه البغداديه العراقيه، لكن صحيح. الحمد لله طمنتني، يعني انا كنت متحفز باتجاه انه اطرح مثل هذا التساؤل، لكن سبقتني قلت لي لا انا فعلا عندي الميول هذا والهذا. الطريقه العراقيه يعني انت متاثر مثلا بالبدايه كنت وشفت شيء كقراء عتبه وسمعت؟ يعني جل قراء العتبه اكثر من 95% يقرؤون بالطريقه العراقيه والمصريه، مختصين، باعتبار احنا قارئ القران لابد عليه يكون متكامل، مو فقط طريقه مصريه. وانا اشوفهم طريقه اشوف بس المصري صراحه، يعني ليش يكون وياك صريح؟ احنا للاسف الشديد احنا كنا من ساعه نتكلم انا والاساتذه، كان اجتماع عندنا، احنا مجتمعنا يحتاج الى ثقافه بالاستماع، احنا نسميه سميع. الطريقه العراقيه يعتبرها طريقه فواتح، والمؤدي يكون يراد للخبره والاداء السليم، حتى ما يخرجوا من القلب يدخلوا الى القلب. طبعا بس هنا فن. شلون وليد الفلوجي رحمه الله عليه. بس مسؤوليتكم هنا، وهي هنا الكلام اللي نقرا، والله نقرا بالطريقه العراقيه، بس الطريقه المصريه باعتبارها يعني مقامها ثوري، مقام فيه جنبه روحيه اكثر، احساس اكثر. الطريقه العراقيه متقوقعه بمقام وبطور وببصمه محدده. مو اكو ضافوا لها، بس انا سالت قراء قالوا احنا طورنا غيرنا. احنا قاعد نطور، خصوصا اساتذتنا. جميل. اي احنا اضافوا يعني، خصوصا يعني المدرسه هاي المستحدثه، مدرسه الامام الرضا جزاهم الله خير في بغداد، مرتبين والله، من بلاسم جليل والاخوه. بالضبط، سامعها عن طريق اليوتيوب. نعم، عن طريق اليوتيوب، يعني طريقتهم حلوه، تدريسهم حلو، قاعد يضيفون عراقي واكاديمي. لا هو شيء ملفت. على ذكر الحجاز كار وكذلك الديواني، بالنسبه للهمايون ايش تختار مثلا؟ والله كلهن احبهن عادي. طيب همايون يعني شويه بجرأه، نعم. ولا هو الطور الفارسي واسلوبه يختلف تماما، ما اعرف ليش، هو هويته باعتبار اسم على مسمى، لكن بالمقابل العراقيين هذبوه على اسلوبهم. نعم. خلينا نسمع شيء منك. احنا طريقة الهمايون يقراها محمد عنوز عندنا هنا بالدعاء، وبالطريقة الدعاء حلوة، بطريقة القرآن أمات حلوة، يعني الهمايون مع قطعة القطر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا استرسال. يكمل. ثم رددناه أسفل سافلين. شوف استرسالية. بالمناسبة أنت عندك هوية، أحكي لك إياها. يعني أنا سامع الهمايون، البعض يجذب من خلال اسلوب التقليد، لكن انت بهويتك تجذب. احاول اعطيها الطريقه الاكاديميه. هذا جميل. انت مطوعه بالمناسبه. الحمد لله. انت مطوعه، وهذا انا احييك عليه. اوليا انا سامعه على درجات اعلى، يعني الهمايون تقدر تاخذه بالقرار، تقدر تاخذه بالجواب. والله هو بجواب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. يعني تاخذ طبقة، يعني تسترسل كأنما تروح للبياتي وترجع للحجاز. هو هذا اللي قلته مثل قبل شوية، بس أنت ارتكازك هسه شفته تنطي تلوين بالآخر، يعني وعرب بسيطة. الله يعني جميلة، هي هاي هويتك. أنا أعتبرها وحلوة، يعني قريب من المثنوي. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. مو مساحتك حلوة، تعطي للجواب. أنت بالسبرانو. أنا بالسبرانو اختصاص سبرانو، حتى بالفرقة الإنشادية بالعتبة
عندكم على يعني مستوى سابقا قبل كم سنه، ولكن بعد باعتبار صارت فرقه دار القران الكريم لوليداتنا طلبتنا طبعا بعد توريث. كبرنا صرنا 35 فوق 35 تقاعدنا ان شاء الله العمر كله. بس الانشاد عندنا فرقتين انشاديتين. احنا نعرج بالمناسبه على الاناشيد الدينيه، خاصه ايام الولادات المباركه، وكذلك يعني الاحتفالات قد تكون الدينيه. ننتقل الى البيات. البيات ايضا بفروعها وانغامه جميله. قبل ما نروح طبعا للنهاوند، البيات احس بي يعني فتره العصر اللي هي قبل المغرب يعني يلائم. ما احس انه لازم نروح للحزن زايد، نروح مثلا قد يكون للنهاوند من الممكن، بس البيات ايضا يلائم. انت رايك بهذا الخصوص؟ والله أنا بالنسبه يعني كقراءة قرآن انه يعني البياتي هو ابو النغم، هو يحوي جميع الانغام. انت تعتز به يعني قريب عليك. البياتي هو يعني البيات هو من دون فروع المقامات كطريقه عراقيه اكثر من 30 فرع وقطعه للبيات. خلينا ناخذ شنو الامثله بالذكر بالله. يعني البيات تاخذ عتابه البيات مثل، تاخذ الحياوي، تاخذ مثل اللامي، الدشت، الاورفه، تاخذ البهرجاوي، تاخذ مثل بيات عندنا الابراهيمي، هاي فقط البيات الحسيني. هاي الطريقه العراقيه. الطريقه الاكاديميه البيات النهفت، بيات النوى، بيات النوى خاصه يستخدمون بيات الحسيني بنفس الوقت. يعني هنا الحسيني ياخذ على درجه الحسيني. ها الدرجه هنا درجه ترتكز. انطينا مثل اذا امكن يعني على الدرجه على هنا الكلاسيكي والاكاديمي. نعم، هسه ناتي مثل الى مقام البيات الحسيني. استرساله هو يرتكز على درجه الله. احنا عندنا سلم النغمي دو ري مي فا صو لا سي. اي بس صعد هنا وعلى الجواب. هذا عندنا سبع. مثل يرتكز البياتي على درجه الري. الدرجه خامسه المقام ينتقل راست. المقام الراست عباره عن جنسين. هنا يسلم ارتكاز حسب الارتكاز. احنا هاي الارتكاز مو دائما، حسب انطلاقه القارئ يحسب ابعاد 4 ابعاد. الدرجه الخامسه اكو مشتركه تشترك بنفس الدرجه، واكو منفصله. يعني مثل درجه الصول تنفصل عن درجة الله. اكو لا بنفس الدرجة، يعني هاي يحتاج لها شوية قدرة لو ذكاء. لا هو هاي اولا قدرة. الشيء الثاني انه الانسان يكون عنده طاقة صوتية طاقة صوتية. يعني الطريقة العراقية والمصرية والطريقة الأكاديمية يحتاج إلى سماع كثير، إضافة إلى النظري أنه القاعدة ما تكون قاعدة صحيحة. الأستاذ اللي يدرس عنده المجتمع الليبي هو خصوصا الاستماع هو مهم لقارئ القرآن. يستمع. خلينا نسمع من الحسيني على الاسلوبين. نعم. يعني انت ذكرته بهذا المكان، ذكرته بهذا المكان. هسه راح اقرا لك اياه استرسل الى جنسين يعني. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها استرسل. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. روح للراست مقدمة رابط. هسه تسلمت للرست. يعني بدينا وأمرار تسليم للصبا حسب طريقتين إلى طريقتين. وإيش قد صعبة هاي. شوف من الممكن أنت تبدي بالنغم، تبدي بيات تخلص بيات، هنا بديت بيات خلصت برست. هنا التسليم يعني صدق إرادة إمكانية وفهم وبعد. يعني عندك رؤية من الممكن أنه تختم بالرست كيف تسلم بعدها. صح. ولو إحنا شوف المصريين يعني مرات أنا أشوف وأسمع بالأحرى بالراديو مثلا بالإذاعة من أسوق، اسمع اللي اتخيل المكان يقرا واللي جنبه يمهدوا له يعني حتى لا ينسى ايضا ويبقى مستمر.
والى ان سلمت الرست، ما هو من البيات الى الرست، وبعدها هاي الانتقال لابد انه يحافظ عليها. صح. وهنا يساعدوه الجمهور من الممكن، ولو هي اختفت هذه طبعا. والجمهور قلت لك الجمهور سميع، يعني الجمهور عنده الثقافه السماعيه، فالشيء رائع. وانتوا ارتقيتوا، لو المفترض هم يرتقون الى ما تعملون عليه لتهذيب يعني وتطوير. يعني كمجتمع، مجتمعنا كسميعين مجتمع العراقي والاكو يعني المجتمع، يعني حسب دراسته، حسب يعني فهمه للمقام، اكو قسم من المجتمع يعني داسين مقامات، ذواق الاصوات القرانيه، وتشوفوهم وتسمعوهم موجودين موجودين. واكو مجتمع لا والله، يعني مع جل احترامي للمؤمنين للاخوه، تقرا القران هو بسيط، تقرا القران ما يعني لو تعطي جواب لو كذا، لا يعني طبعا انسان بسيط. يعني اما المصريين لا، احنا عندنا المقام، معرف المقام، قاعده المقام، مهم ينوه لك للمقام كل درجه بدرجه. اكو برنامج تيونر موجود عندنا، الذبذبه الصوتيه، الذبذبه يعطيك بسرعتها، يعطيك بدرجتها، تطبيق موجود كل سهل، وهذا يسهل للمتعلم. برنامج تيونر كل درجه صوتيه يعطيها حسب القرار الاعمق والعميق والقرار الاعتيادي والدور التوسط والدور الجواب حسب الذبذبه الصوتيه، يعطيك اياها بالاها، كعلو صوت مثل كديز، كانخفاض صوت بيمول، كار بيمول. هاي المصطلحات النغميه. طبعا والله الحمد همات علماءنا جوزونا حسب الاستخدام، بعيدين لا طبعا اكيد حسب التطوير. لا اكيد يعني ما ندخل طبعا الاستخدامات الاخرى، الانغام اللي هي يعني موجزه فنيه، هذا لا هذا بعيدين عنه. طبعا انت دخلتنا على عالم الرست قبل ما يعني نستاذن لينو على اساس ندخل للنهاوند. هنا بالرست من الممكن يعني هنا نصعد الى جواب، نرتكز على قرار، وبعدها نسلم مره ثانيه بالجواب. هنا ايضا تعتمد على قدرته ومعرفته للقارئ، يعني نصعد أحسنت. هذه هنا امكانيه وقدره، لو هي مثلا اسلوب. طبعا الصوت البشري هو اعجاز من الله عز وجل، هذا طبعا هاي مسلمات. اكو انسان عنده صوت اعجازي، اكو لا انسان وين الصوت الاعجازي ينمي قدراته. هاي اللي قرأت هسه انت بها، احنا نسميه الانعطاف الصوتي. انعطاف يصعد الجواب، والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. السماء انت والسماء وما بناها. هذا استرسال، هذا انعطاف يحتاج الى مرونه، استمراريه بالاداء، مرونه سريعه، مرونه احنا نسميها مرونه طويله، مرونه بطيئه. يعني مو تصرف، هذا التصرف هو حسب الاستاذ، هو يعتبر تصرف. وهذا عند الحنجره اهم. احنا اهم ما نختار قارئ القران انه عنده موهبه صوتيه، عنده موهبه صوتيه. يعني بالامكان انه اللي عنده قدره صوتيه على كلامك انه يؤدي، لكن اللي ما عنده مثلا قد يكون سميع هو فقط مؤدي. هل بالامكان المؤدي يؤدي مثل هذا الاسلوب، انه يصعد جواب وينزل قرار، يصعد مره ثانيه جواب على جواب الجواب وينزل مره ثانيه؟ هذا فقط اللي عنده امكانيه صوتيه، اما المؤدي ما يدبره هذا الموضوع. يعني انت من خلال تجاربك التدريسيه، اكو واحد ياتي عنده صوت بس ما عنده المرونه الكافيه، الزغرفه الكافيه، العروبات الصوتيه الكافيه اللي يؤدى بها. يسمع مطلوبه الزغرفه دائما؟ لا لو اكو تتشوه مثلا، الكثره كالنقصان، لها محدوديتها، لها لمستها الخاصه. كل كثره تؤدي الى جنبه سلبيه للقارئ القران. اما اكو عندنا اساتذه موجودين على مستوى العراق الله يحفظهم، مجرد هو استاذ اكاديمي يقرا لا يقرا، مجرد عنده نظري، سميع وفنان موجودين، بس هو ما يمتلك. واكو عندنا مؤدين بس هو مو اكاديمي، مو استاذ مختص في المقامات وفروعها ومختص. طبيعي. بس الجيد اللي يحويهن اثنيناتن. تاتي الى الطريقه كيف تؤدى، كيف يقرا القارئ بهذه. هاي يحتاج الى استاذ، ويحتاج الى جهد من الطالب او من القارئ، وتمارين صعبه جدا. شلون الرياضي يريد يصير محترف، ايش كثر يراد له من تمارين؟ يراد له تمارين مكثفه. هاي الحنجره البشريه هي عضله، وتر ووريد، يراد له تمارين الصلفيج، تمارين الفوكاليز، تمارين الاسترخاء، تمارين الاحماء، والقرار، تمارين كثيره
مئات التمارين الموجوده عندنا، أنت لا تنسى. تؤدى هذه التحريرات بصوره جيده والكثره منها طبعا. كثرة حتى مثلا من تبدي انت بقراءه القران، انا منتبه المصريين لازم بدايته بالقرار، لازم. صح. يعني هذا اللي منتبه عليه يعني. هو القرار هو يعني شلون واحد يحرك السياره، يبا اخو ما يصير قبل 100 بالضبط. شوي هذا شوي التعجيل بعدين إيه. يصير. اكو يقرون جواب قبل جواب. هذه مثلبه إيه. لو لا، طبيعي يؤدى، بس المجتمع من قبل جواب يعني يصير عنده شوشره، يعني ما يتقبلها. استرسل القارئ. احنا حتى عندنا بالاقراء ما تقلل القرار، هو افضل للقارئ. المقابل الطبقه اللي تؤدى بطريقه سليمه وجميله طبقه التوسط، استقر بها المجتمع، يستقر وانت تستقر. الجوابات مو محببه، مو كثره الجوابات، المقابل يمل من الجوابات. صياح، احنا الصراخه والصياح، لا، ياخذ التوسط، ينزل قرار بايع، يصعد جواب بايع، الدور يستقر على التوسط. زين. واذا عندك انت مثلا حوار بالقران بين اثنين، يعني يوسف عليه السلام بالسجن مع اللي كان معاه بالسجن، ما هو هذا لازم انت كيف من الممكن تعطي تون واحد، لو هنا تون بتون مختلف؟ هذا التصوير يختلف الدور. شلون التصوير هنا حيصير؟ يعني تصوير النغم حسب المخاطبه، حسب الموقع، موقع الخطاب. عندك مثال يعني التصوير. مثلا حتى يعني انا بالنسبه نوضح لي مثلا على اي شيء بحوار بين اثنين، قد يكون ابراهيم عليه السلام مع والده مثلا، الخضر الى اخره، يعني شنو اللي من الممكن؟ مريم عليه السلام مع الله عز وجل، كيف من الممكن انه احنا نصور مثل هذه الامور وفق ما انت يعني هسه مثل اكو ايات قرانيه مثل مو شرط الا موسى، مثل نعم. بين اثنين، مثل خلينا استرسل مثل ايه، ناخذ مثل اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفه، شلون مثلا نصورها، او السماء والارض شلون على صوتنا، شلون نص صوتنا. خلي اخذ وياك فاصل وبعدها نتواصل. فاصل مشاهدينا وبعدها عوده مره ثانيه. إلهي قبل موتي نظرة إلى طيبة الفيحاء، إلى طيبة الفيحاء والقبة الخضراء. إلهي قبل موتي نظرة إلى طيبة الفيحاء، إلى طيبة الفيحاء والقبة الخضراء. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صعدنا. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها صار اكو جواب واكو قرار بنفس الوقت. انت تختار الكلمات، يعني اذا اعيد عليك الايه مره ثانيه تاديها بنفس الاداء، من مساله حفظيه لو فهم انه ارتكازك لابد انه يكون، باعتبار انه السماء شيء عالي، الارض شيء يعني انت هذا التصور اللي حترتكز عليه. اذا هي مساله وكانه يعني علميه، غيرها تصويريه، 1 زائد 1 يساوي 2 أحسنت عندك. أحسنت. مو قضيه تصرف واني سامعها بهذا الاداء
او لا والله خلي انوع وانكه بيها، لا هذا ما يجوز. نعم. انت عندك المساله وفق ثوابتها يعني. حسب ذوق القارئ، حسب أوكي. معلومة القارئ، تصوير طيب. القارئ، أو القارئ يعني لابد عليه أنه ولو جنبه وجيزة من تفسير القرآن، يعرف شلون يقرأ الآيات القرآنية. يعني أنا أعيب على البعض، يعني قد يكون يفقد اللغة العربية بمساحة من المساحات أو أحكام التلاوة قد يعني تضيع منه، وخاصة القراء المجالس العزاء يعني اللي هم متربحين أنا أعتبرهم، اللي صنعتهم الحياة، فتلاحظ أنه بمجلس العزاء يبقى وياك على ذات النغم الممل النمطي. طبعا أنت تنفر، لكن البعض هو يمشيه يقول لك وكأنه هي مجلس عزاء شريد من عنده أو موسم، ما يفهم القضية، لكن أنت تنتفض لما تسمع وتحس بميزانك، هذا خطأ. نرجع على شوية الأناشيد وبعدها نعرج على المقامات الأخرى. أنت فترة من الفترات كنت منشد. نعم. شنو من الممكن تسمعنا على مستوى مثلا هذا الشهر الفضيل وتعرف وأيامه الجميلة المباركة؟ يعني على حب مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. رحم الفضيلة قد تضرع ساجدا، رحم الفضيلة قد تضرع ساجدا، شرفا يضمك يا علي موحدا، رحم الفضيلة قد تضرع ساجدا، شرفا يضمك يا علي موحدا، مولاي سبحت فيه مناجيا، مولاي سبحت فيه مناجيا، فسعى وطاف ملبيا، أحد أحد فرد صمد لرضاك والرضوان راجيا. هذا مقطع يعني. بارك الله بك. واحنا من تأدي هذا البيت الأول يدخلون الأخوة، رحم الفضيلة قد تضرع ساجدا، شرفا يضمك يا علي موحدا، مولاي يدخل ويا الدور هذا الموشح، دور يدخل الأخوة. الأخوة هم اللي بس هو أهم شيء المقطوع على البداية شلون هذا ويا إيقاع يعني تستهدفوه وزن لازم. لازم بس هي ما تؤدى بدون الإيقاع، يعني تحسوها صعبة، يعني لازم يراد لكم مقياس رسم باعتبار لا هو يعني خدامك مقياس الرسم، المنشد هو مقياس ما يحتاج لا آلة ولا انت تستند هو عليه. عنده يعني وزن يمشي عليه. فهمت. مثل الرادود، مثل هو بعد هذا الانشاد هم جنبه حال الرده، حال المولود جنبه ثاني، علم ثاني، علم ابداعي. هو جميل. اني وكانه هسه احساسي اذان مدفع رمضان طبعا واذان، وكانه بعد الاذان سدا استمع لهذه الاجواء الايمانيه الجميله، هي اللي تغنت بحب الامام علي عليه السلام، واحنا بهذه الحضره اصلا في العتبه العلويه المقدسه. سيد حيدر، اريد اسالك بالنسبه للنهاوند
ما شاء الله. وهو جانب جميل، يعني حزنه جميل أيضا. من الممكن أنه تقرأ الآيات بهذا المقام في أي وقت؟ قد يكون مثلا الفجر ملائم. طبعا هو مقام النهاوند مقام الفرح، فرح وفيه من البهجة والسرور، بس ممكن نقرأ بالحزن؟ ايه ممكن، بكثير من فروع المقامات. مقام مثل عندك النهاوند المرصع، مقام النهاوند الكبير، مقام النقريز، مقام التلفاف، مقام الزاويل، مقامات كثيرة جدا. مقام علما هي يعني قد يكون هويتها وحده، بس تدخل عندك مقام يعني ثاني. اجزاء. المنشاوي رحمه الله عليه شلون يقرا النهاوند؟ يقرا كانما يقرا. تقدر من الممكن تعطينا من المنشاوي شيء يعني قد يكون مؤثر بيك؟ ممكن انا طبعا احب كل المدارس اقراها، بس يعني طريقه خاصه ما اقلد اللي قارئ، بس احاول انه لا ما بيها شيء، يعني احنا من باب التقليد احنا والتصوير وكانه المنشاوي ما طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا مقطوع. بارك الله بك. ليش تاخذها بنفس واحد؟ من الممكن تقطعها لو انت تحس هنا اشبه بالمبارزه، لازم تثبت ذاتك بنفس واحد. لا ممكن لو انزلنا هذا القرآن، بس قول انه يكون تمم المعنى. وين توقف مثلا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ممكن ماكو مشكلة تجزئها اثنينات حسب الابتداء وحسب النهاية. لو انزلنا هذا القرآن على جبل هنا نوقف. اي مثل لرأيته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هاي طريقة خادمك، يعني نجمع ما بين القراء وطريقة القارئ بعد إبداع القارئ. هذا يعني حسيت بأنه فعلا هنا أنت قطعت الصوت. من الممكن أنه تجزء ترتاح على الأقل، ولو عدت رأيته خاشعا يعني ممكن القارئ يؤدي 30 ثانية 40 45 ثانية. ممكن احنا الله. هو بالمناسبة قصار السور يعني سألت أكثر من مرة، قالوا لا احنا مثلا البعض يمر عليها سريع، البعض ما يمر عليها سريع، يطيع حقها. صح. يعني شوف هسه أنا من الممكن مثلا أعطيناك الكوثر، ما هي آية أو سورة قصيرة. صح. سورة الكوثر كيف من الممكن تمر عليها بالنهاوند؟ يعني مثلا هل تقطعها تعطيها تون واحد؟ التون هو الدرجة الصحيحة، يعني الأداء السليم. ممكن أغلب قراءنا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، والدور يكملها إنا أعطيناك الكوثر. مثل الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو
نزلت بيات اسلم. ها مو هنا أنا كل ظنتي أنه حتصعد بأن شانئك هو الأبتر تصعد بها جواب. نعم. أنت قفلتها على القرار. هو شانئك هو الابتر شلون اعطي جواب؟ هو أنا فأسلم. بعدين فهمتها أنه إيه. فعلا أنت ما تعطي شيئا ما بالجواب. اعطي شأن باعتبار انا انا اعطيناك الكوثر سلام الله، بعد نهر من الجنه، او الزهراء سلام الله عليها لها منزله عظيمه، فصل لربك وانحر، شيء عظيم ان شانئك. هذا الانسان اللي حددته حتى حجمته باللفظ، تحجم باللفظ ما تعطي رفعه بالجواب. هو هذا هو هنا وكأنه صورة هندسية أحسن. متكاملة يعني. صحيح. يعني على مستوى الأنغام. بالنسبة إلى المقام الآخر اللي هو متمثل بالعجم. ما شاء الله. العجم تدري اكو بي عجم عشيران، والاخر طبعا انت سيد المسألة بهذا واستاذه. والشوق دل والدلدار والتبريز والشيراز والعراقيات الخلوتي. تبريز وشيراز يعني وكأنه ماخذين على المحافظات احنا المقامات اغلبها على المقامات صحيح، وهي طبيعية جدا، فارسية وتركية. لا مشكلة تسميات والأذرية وغيرها. اي ماكو مشكلة. شنو نسمع من العجم؟ والله انا هسه المرة احب اقرا طريقة عراقية يعني. يلا نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا جبت لك الخلوتي، جبت لك العريبون عجم او الركبانيه الجهارقاب، وجبت لك الجهارقاب بنفس الوقت. ليش الركبانيه هنا هم تاخذ وياه؟ اي تاخذ. نعم، هو قطعه الركبانيه جميله جدا. مثل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن هذا الميانة. نعم. الميانة كأنما تروح للركباني. هو وكأنه طور عتابة. زح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا الركباني اللي يسعد بال بس هنا الحكيم. هنا نتذكر الله اكبر. اي هو هاي المراتب. اي احسن. هذه وكانه تهليله او الحدي احنا نسميه. الحدي هذا الحدي احنا. اي هو الركباني او الحدي. وهذا ميانته جميله يعني. كل المقامات العراقيه جميله فعلا هي. نختم باخر تقريبا 4 دقائق اللي متبقيه مع الصبا وحزن البالغ. من الممكن انه توظفه بايات او سور مثلا معينه. نعم. مقام الصبا مقام حزين يستخدم إلى آيات الترهيب، الآيات اللي الأشخاص اللي يلقون في النار ويوبخهم الله سبحانه جل وعلا.
ناخذ مثل بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. هذا جنبه من مقام الصبر. صعدت انت هنا بالجواب اخذت جاءت، بعدين تقدر تعيد بالقرار مره ثانيه وجاءت سكرة هذا من الممكن تعيده مره ثانيه يصير طبيعي. شنو هو بعد انه اذا وصل مرحله الجواب خذ يسترسل يهدئ من نفسه يريح الحنجره وحتى يسترسل لجواب اخر ممكن ينزل القرار. هذا يمكن انه من الممكن يعيدها يعيد الايه لكن بالقرار ويمهد الى نغم يريد يبقى بهذا الشكل. اذا ظل بالجواب يؤذي الحنجره. طبعا الوقت جميل كان وياك وشكرا لك وسيد حيدر، امتعتنا بهذا طبعا الاسلوب وهذه المقامات في مآذن السماء. شكرا لك. والله طبعا اني في سعاده حقيقه وانا في شرف عظيم حقيقه التقي بحضرتكم قناه العراقيه السباقه لهذه البرامج. شكرا لك. شكرا اسال الله التوفيق والديمومه لكم ان شاء الله. رمضان مبارك عليك ان شاء الله. علينا وعليكم ان شاء الله. الله الله يحفظكم ويرعاكم. شكرا نور قلبي استاذنا حبيبنا الله يسلمك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، على امل اللقاء بكم في مآذن السماء وحلقه اخرى. الى اللقاء.